السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم احمد من ميجا ستور. النهارده جايب لكم فيديو جديد ومراجعة جديدة عن لابتوب في الفئة الاقتصادية شوية، يعني سعره من 4700 جنيه ل 5000 جنيه. لابتوب كور اي 7، لابتوب اتش بي فوليو 9480 ام، ده اي 7 من الجيل الرابع. بس قبل ما ابدا بالحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من غير ما نرغي كتير. يلا نبدا بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو تصميم وشكل اللابتوب الخارجي. اللابتوب زي ما انت شايف كده لونه سيلفر، جزء كبير منه معدن. فيه هنا التاتش باد بتاعه، طبعا بيجي هنا بزرار باور هنا، وفي زرار كتم الصوت وزرار واي فاي، وده بيجي في معظم لابتوبات اتش بي. طبعا في كاميرا ومايك وصوته يعني مقبول بالنسبه لمتوسط سعره. بينزل بكيبورد رايت والتاتش باد فيها معدن، وفي هنا بصمه وده لوجو كور اي 7. طبعا هنبتدي نشغل اللابتوب ده شغلناه ما شاء الله. الكيبورد بتاعه لايت زي ما انت شايف كده، بيبقى شكله حلو قوي في الضلمه لو انت قاعد بتكتب بالليل. اللابتوب بينزل معانا بروسيسور كور اي 7 4600 يو، ده كور اي 7 من الجيل الرابع، برامات 8 جيجا دي رام 3، وطبعا ممكن توصلها 16 جيجا. وطبعا بينزل بهارد من نوع اتش دي دي 500 جيجا، وده هارد من نوع البطيء شويه. طبعا احنا ممكن نشيل الهارد ده ونركب اس اس دي، وبيدي كفاءه اعلى بكتير جدا في اللابتوب. بيفتح كل حاجه بسرعه، ممكن تفتح كذا تاب مع بعض، تفتح عليه فوتوشوب، هيديك سرعه تحس ان اللابتوب فعلا اتغير تماما. فانا ما انصحش اللي هيشتري اللابتوب ده ان هو يشتريه ب اتش دي دي، يغير يحط حتى مساحه صغيره اس اس دي 128 او 256، هيلاقي فرقها حوالي 300 400 جنيه. بس طبعا هتفرق فرق شاسع في سرعه اللابتوب. اللابتوب بيجي بشاشه 14 بوصه بجوده اتش دي بلس، اللي هي بين الفول اتش دي وبين الاتش دي، طبعا بحجم شاشه 14.1 بوصه. طبعا الكيبورد بتاعه مستحيل ينزل كيبورد كامل، لانه بينزل بهاف كيبورد عشان طبعا الشاشه بتاعته تعتبر 14 بوصه، ودي طبعا مستحيل ينزل معاها فول كيبورد. وبينزل بكارت شاشه من نوع انتل اتش دي 4400، وده طبعا كارت مدمج، بس برده بيشغل فوتوشوب 2019 و2020 بجوده كويسه قوي. نيجي بقى المنافذ ومخارج اللابتوب ده. اللابتوب ده بيجي بخارج معانا زي ما انت شايف كده يو اس بي 3، في 2 يو اس بي 3، وده ديسبلاي بورد، ده مخرج شاشه برده ممكن تحوله اتش دي ام اي لو انت عندك تلفزيون كبير عايز تشغله عليه، وده مخرج فيجا لو انت عندك شاشه كمبيوتر عايز توصلها بيه او شاشه كبيره، وده مخرج اللام بتاعه. من ورا طبعا هتلاقي كلمه اليت بوك مكتوبه عليه. هنيجي من الجنب التاني هنا هنلاقي مخرج الشحن بتاعه، ده مخرج الشحن، ده لوك للجهاز لو هو محطوط في محل او حاجه، وده يو اس بي 3 تاني، وده مخرج الصوت بتاعه. اللابتوب زي ما انت شايف كده سليم جدا، ووزنه خفيف قوي وشكله شيك قوي. لو انت بتدور على لابتوب يكون في الفئه السعريه تحت ال 5000 جنيه، وفي نفس الوقت يكون فيه كاميرا ومايك للدراسه او تشغيل مبدئي للفوتوشوب او شغل متوسط، انصحك باللابتوب ده لانه لابتوب شكله شيك جدا. سعره دايما ثابت، يعني عمرك ما تشتريه ب 5000 جنيه وتبيعه ب 3000 جنيه، لا، حتى لو انت اشتغلت عليه شهر 2 3 سنه هتضطر تبيعه برضه في رينج 4000 جنيه 4500 جنيه، ان هو سعره طبيعي بالنسبه للابتوبات الثانيه، لان هو برضه كور اي 7 اي نعم جيل رابع موديل قديم شويه، بس طبعا معظم الناس بتدور ان هو اي 7، فهم شايفين اي 7 ده حاجه عاليه وفي نفس الوقت تحت ال 5000 جنيه وشكله شيك وكيبورد لايت، فطبعا ده بيكفيهم والزياده، وطبعا بيعيش معاهم وقت، لان في لابتوبات من الجيل الاول ومن الجيل الثاني لغايه دلوقتي شغاله وبرده ما شاء الله بطارياتها كويسه. طبعا من ناحيه قطع غيار، كل قطع غيار اللابتوب ده موجوده وبرده بكثره، هي بس ممكن البطاريه تكون غاليه شويه بالنسبه لسعره في رينج 600 700 جنيه، بس برضه دي ما تعيقش اللابتوب يعني. طبعا اللابتوب ده بينزل بشاحن 19 فولت 3.33 امبير، وده طبعا شاحن شغال عليه كويس. طبعا يعني بيسخن زي اي شاحن ما بيسخن، سخونته طبيعيه جدا، ومش اللابتوب في حوالي من ساعه ونص لساعتين، بطاريته برده بتدوم من حوالي من ساعه ونص لساعتين. قبل ما اقول لك عيوب اللابتوب ده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. هتلاقيني بعمل ريفيوهات جامده جدا على كل موديلات اللابتوب الاستيراد خارج الموجوده في السوق. نيجي بقى لعيوب اللابتوب ده. عيوب اللابتوب ده ان هو من الجيل الرابع، وده جيل يعتبر قديم شويه، لان احنا دلوقتي في الجيل 12 و13 في الوقت الحالي، فطبعا هو جيله قديم شويه. كور اي 7 جيل رابع في نفس فئه الاي 5 الجيل السادس، فانت تقدر تختار بين الكور اي 5 الجيل السادس او اي 7 الجيل الرابع، طبعا مع اختلاف الشكل. انت ممكن تجيب كور اي 7 جيل سادس اتخن شويه، شكله مش حلو شويه زي ده طبعا رفيع شويه، لونه سيلفر، شكله شيك، فيه كيبورد لايت، فطبعا معظم الناس بتميل للشكل الحلو والوزن الخفيف. وطبعا في اجزاء من اللابتوب ده كلها معدن،
وطبعا في اجزاء كتير قوي من اللابتوب ده معدن، فده برضو بيحفز الناس انها تشتري اللابتوب. طبعا تاني عيب من عيوب اللابتوب ان ده يعني بيشغل العاب تحت المتوسطه بشويه، يعني هو مش هيقدر يشغل لك بيس 17، ممكن بيس 9 بيس 13. انما كفوتوشوب احنا جربنا فوتوشوب عليه شغال كويس جدا، نزلنا نسخه 2020 ونزلناها على الاس اس دي، وطبعا دي تجربه حيه للفوتوشوب 2020 وما شاء الله شغال كويس جدا. بس طبعا جوده الصوره بتاعه الشاشه مش تديك احسن حاجه، لان دي تحت الفول اتش دي، اسمها اتش دي بلس، ودي بعد 720 بكسل اسمها 900 بكسل. شاشه غريبه شويه انا عارف، بس جوده صورتها مش حلوه قوي زي الفول اتش دي. ده طبعا زي ما احنا قلنا ان هو قادر يشتغل فوتوشوب ب 2020، وده ما شاء الله اشتغل عليه كويس قوي من غير تهنيج ومن غير لاج، ودي كانت تجربه حيه للفوتوشوب عليه. نيجي بقى لمتوسط سعر اللابتوب ده في السوق. متوسط سعر اللابتوب ده في السوق من 4500 جنيه الى 5000 جنيه على حسب اتش دي دي 500 او اس اس دي 250. طبعا نوع الرامات بتاعته من نوع دي رام 3، ودي موجوده كتير جدا في السوق وتقدر تسال عليها اي حد وسعرها مش غالي. والرامه 8 جيجا من 450 ل 550 جنيه سوق المصري. وطبعا انا بتكلم على السعر في الوقت الحالي اللي احنا فيه، مش بعد كده ولا قبل كده. وبكده نكون ختمنا حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم مع لابتوب اتش بي فوليو 9 480 ام، لابتوب مشهور جدا في الفئه السعريه تحت ال 5000 جنيه. كان معاكم احمد ميجا من ميجا ستور، اشوفكم في الحلقه الجايه على خير، سلام.